اليوم، وهو حول خطة أمريكية إسرائيلية لإعداد نسخة بديلة لكتاب الله الأعظم القرآن الكريم. وصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب وأسموه الفرقان الحق. وظهرت الطبعة سرا بالولايات المتحدة وبإسرائيل. عملوا قرآن وجابوا فيه صور زادوها من عندهم، وعملوا حذف لآيات وإضافة لأشياء، وسموه الفرقان الحق. لا، حتى من الاسم، لمجرد هذا الاسم الجميل أن يغر كثير من شنو من الناس. لكن أيها الإخوة، أنا أود أن أقول شيء. هذا الكلام خذوه عني وتأكدوا، أمريكا انتهت. هذا الكلام خذوه عني، والله يقين. والله هذا الكلام عرفته ليس من خلال تحليل السياسيين، السياسيين ما قاعد يحللوا، ولا دراسات الخبراء الاستراتيجيين، ولا من خلال مقياس علماء الاجتماع في تنامي وانهيار الحضارات. هذا من خلال القرآن الكريم، من خلال القرآن وتتبع سير الطغاة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف أي ظلم يظهر في الأرض ما تبالي أنه سينتهي، ولو عندك شك معنى عندك شك في القرآن. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ثم أنشأنا بعدها قرنا آخرين. أنا كل ما أمريكا تجيب لها قليلة إيه يعملوا في سجن أبو غريب وين، ويجوا ناس دين وين في أفغانستان، أنا بقول الناس ديل ماشيين لحتفهم براهم، وديل ما براهم، الله ذاته لأزيهم. إن الله لا يملي للظالم، يملي للظالم يخليه حتى إذا أخذه لم يفلته. والله يا أخواننا أمريكا لتنتهي نهاية، والله عاجلا غير آجل. أنا عندي والله شدة، والله أنا ما شاكي إنه اسمه محمد سيد، والله ما شاكي إنه أمريكا رح ينتهي. لا يا أخواننا، أولا المؤمن اللي عنده عقيدة إنه في رب لهذا الكون، العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قسمته بداء الموت ولا أبالي. تتأكد منا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث، لو شاكي هل أتاك حديث الجنود؟ في زمن لو قلت لناس فرعون ده بينتهي ودول كلها بينتهي، يقول لك يا أخي زول هوي فرعون ده ينتهي كيف؟ ما كان بيتخيلوا. وأنه أهلك عادا الأولى وفي عادا الثانية وفي عادا الثالثة، وربما تكون أمريكا عادا 100. وشوف أنا أوريك، أنا علمت كيف أمريكا تنتهي، من خلال انهزام رسالة أمريكا نفسها للعالم، من خلال قيمها. يا أخواننا المبادئ والقيم هي التي تحدث النهضة، هذه قاعدة متفق عليها. أمريكا قيمها انتهت، ماذا تقول للعالم في شأن حقوق الإنسان؟ تجي تقول شنو ثاني؟ اهتزت قناعة المواطن الأمريكي برسالة القيم التي تدعو إلى المساواة وإلى العدالة وإلى احترام الإنسان. أين هذه في غوانتنامو؟ أين هذه في قصف الأبرياء وقتلهم؟ أين هذه في تعرية العزل في سجون وممارسة أبشع أنواع ما يمكن أن يمارس ضدهم؟ إذن أصيبت المبادئ الأمريكية في مقتل ثاني، انتهت أمريكا. تخيل، روح الحضارة الأمريكية انتهت، روح نفسها. يا إخوان الحضارة بتطلع شنو؟ المبادئ بتاعتها والأفكار اللي بيتواصلوا عليها الناس. حتبقى أمريكا فقط صناديق اختراع بعد ده، لكن ما في قيم. أصيبت هذه الروح وانتهت بإيه؟ مش بسجن أبو غريب، كان مفترض أن تنتهي هذه الروح من بدري، من كل أنواع الظلم الذي مارسته أمريكا، من حماية أمريكا لإسرائيل لتفعل ما تفعل بالمدنيين، من اغتيال الشيخ أحمد ياسين. الروح بتاعت الغرب كحضارة وقيم ومبادئ إنسانية انتهت، لكن الإسلام ما انتهى. الإسلام ما انتهى بالمناسبة يعني كمبادئ. سنظل نعامل الأسيرة أكرم معاملة وفق شنو؟ وفق ديننا. انت عارف أبو عزير ابن عمير اللي هو أخو مصعب بن عمير، لما أسره جاء مصعب بن عمير ماشي، لقى واحد من الأنصار قاعد يربط فيه. يوم بدأ عارف قال شنو؟ قال أشدد عليه وثاقه
فإن أمه ذات مال كثير لعلها تفديك منه بمال. قال أتقول هذا وأنا أخي؟ قال لا أعرفك، إنما أعرف هذا الأنصاري هو أخي. قال والله أوصاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بنا خيرا. قال والله كانوا يعطوننا الرغيف والخبز ويأكلون ما دون ذلك أخذا بوصية رسولهم صلى الله عليه وسلم. قال الأنصار أسروني ده مربطيني وأسروني، قال دون أكل السنة وهم يأكلوا أكل الكعب. فأمريكا كان عملت 300 مصحف. نحن مشكلتنا معاهم هم إنه